تعالي اقول لك بقى نعمل ايه بقارورة الميه بدل ما نرميها ونستفاد بيها. هنا اهوت عندي سكينه سخنه ببقى حطاها على النار اسخنها كويس قوي، بس خلي بالكم عشان ما تتحرقش منكم، يعني خلوها توصل للنار بس من غير ما تتحرق. وبخش كده في قلب القارورة من جوه اقطعها على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه للمنظم اللي احنا هنستخدمه. وبكمل تسخين السكينه وهي سخنه كده، بفضل ماشيه عليها حوالين داير على البلاستيك بتاعنا، علشان خاطر لو في اي زيادات او رتوش او بلاستيك زياده ما يخربش او يجرح حاجه او يجرح حتى ايدينا او يعور حد. وكمان بتاكد بسلكه المواعين ان انا امشي برضو عليه بحيث ان هو يوصل لدرجه النعومه ان ما يبقاش فيه اي حاجه طالعه منه. وهنشفها من جوه لو فيها اي نقط ميه زياده، وهستخدمها كمنظم للخضار. هنا اهوت عندي حطيت مناديل عشان خاطر الرطوبه، وهحط كمان عندي البطاطس بتاعتي. والجزء اللي من فوق انا برضو هستخدمه، هعمل فيه نفس الموضوع، هستخدم السكينه وفي منه بصوا اي زيادات كده هو طالعه عشان خاطر البلاستيك دوت. واما البلاستيك السولوتيب اللي هو البلاستيك اللي عليها دوت اللي هو الستيكر، بشيله وبغطي بيه الخرم اللي من فوق عشان خاطر ما يبقاش فيه اي خرم للتهويه، عشان هنغطي بيه الاكل ونستخدمه كده كغطا حفظ للطعام. لو مثلا عندك كيكه مش عايزاها تنشف نغطي بيها ايه بغطا القاروره دوت. حلو جدا وعملي وسهل، وعملناه من غير اي فلوس خالص. كده كده القاروره دي احنا بنرميها. بصوا شكلها حلوين قوي. عملت بقى كذا واحد من المنظمات دي، بطاطس والبطاطا والبصل، وشلتهم على طول في البلكونه. ودي فكره تالته، حطيت فيها اكياس الزباله والمطبخ بدل ما هي بتبقى مبهدله الدنيا وما بنعرفش نلمها في ايه. تابعوني الافكار تانية.